النهاردة حابب اتكلم عن موضوع. النهاردة في ناس كتير تيجي تاخد الشغل من معارض تانية مش من عندي، ويجي يجيب له الصورة ويسألني عليها بكام. طب ما انا انصحك نصيحة، انت جبتها من معرض، واسأل صاحب المعرض واتكلم معاه، وهو هيبقى احسن منك انت تعرضها على معرض تاني، والمعرض التاني يقول لك سعر، وبتخش في حوارات ملهاش لازمة. كل واحد بياخد رزقه. زي ما انا عارض غرفة النهاردة زي ما انتوا شايفينها كده، النهاردة في نجار تلاقيه ياخدها ويقعد يبعتها على جروبات ويبعتها في مناطق، وزبون برضو ياخدها يبعتها حوارات كبيرة جدا، وتليفونات بتيجي للواحد، واللي يقولك عاوز الحليات، اللي عاوز الأساسيات بتاعة الأوضة، حاجات كتير جدا. وانتوا اللي بتبقوا مظلومين في الاخر، الزبون هو اللي مظلوم في الاخر، بيجي بيتضاف عليه اضافات كتيرة جدا، غير ان هو صاحب المعرض اللي هو عرض الغرفة بيعرضها بتكلفة، بشغل، بتشطيب، عشان بيعمل منها كمية. غير اما الواحد بيطلع يسوقها مثلا ويجيبها نجارة ويجيب دهان ويجيب قماش ويجيب ازاز، تلاقيها اتكلفت عليه ألوفات، فرق ألوفات. فأنا أنصح أي حد عجبه أي غرفة يكلم صاحب المعرض اللي هو أخد الصورة من عنده، ما يقعدش ياخد الصورة وينقلها في أماكن وياخدها في أماكن تانية ويسأل عليها نجارين كل ده كلام والله ما له أي لازمة. ده الصح اللي أنا بقوله لكم. ونصيحة تانية، اللي عاوز يجيب نجار لازم يبقى واثق فيه جدا، عشان النجار بيجي يقول له تعالى انزل معاك دمياط او تعالى معايا، وانت هتديله 500 جنيه. طبعا ال 500 جنيه ده ولا اي حاجة. هو بيروح يبقى عارف معارض تانية، ما يفرقش معاه يشتري من عند سمير الشناوي، هو عاوز يشتري من عند واحد تاني، بس هو يخش معاك عشان عند سمير الشناوي يوريك شغله، وبعد كده يقول لك شغله مش قد كده، تعالى اوديك لواحد احسن. الواحد الاحسن ده هو اللي بيطلع منه العمولة. انا حبيت النهاردة اتكلم في الموضوع ده عشان كل يوم بيحصل، وبشوف المواضيع دي كتير جدا. اللي جايب صورة من معرض تاني، اللي جايب نجار بيكلمني، اللي النجار جاي مع زبون وجاي يعمل عليه شغل عندي وعاوزه على الأوضة 1000 جنيه. وبيبقوا قرايب، يعني كمان بيبقى النجار قريب الزبون. وعاوز اتكلم في نقطة تانية، ان هو يقولك انا اعمل لك اوضة زي اللي احنا بنعرضها دي، مستحيل. لازم هيجي ياخدها من عندي خشب، عشان الشغل الفرم والشغل اللي فيه حرفية شوية وفيه مصنعيات ودورانات، لو اجا يعمله عمره ما هيطلع نفس الشكل. ولازم يجي ياخدها من عندي، وهتضاف عليك تكلفة ألوفات. لو هي أوضة دريسن، أوضة عادية، أوضة بسيطة، ممكن يعملها عنده. تمام. فانا بحب اوضح النقط دي عشان كل يوم بيجي ناس تسأل على شغل الفرم، الحليات، القشر، الاكسسوارات، وكل دي حاجات زيادات. فانا اللهم بلغت اللهم بشهد، انا حبيت بس النهاردة اوضح كل التفاصيل دي في فيديو واحد، وانتوا لكم حرية الاختيار.